بالفيديو تصريح خطير من وليد الركراكي بعد تعادل وضعف المغرب أمام الرأس الأخضر في نهائي كأس إفريقيا للناشئين، ويصفع الجزائر ويكشف مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت تتفق بأن أداء المنتخب المغربي كان ضعيفا اليوم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المغرب والرأس الأخضر الودية قبل قليل، وذلك بتعادل المنتخبين 0-0، وذلك بعد مسيرة طويلة من الانتصارات التي حققها المنتخب المغربي. وبعد هذه المباراة دخل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على الخط، وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية وقال: هناك شيء غير طبيعي حدث خلال هذه المباراة، لقد دخل منتخبنا الوطني على نية الفوز، وهو على يقين أنه سيفوز وسيهزم الرأس الأخضر وسيحقق انتصارا جديدا، لكن الوضع لم يكن طبيعيا أبدا. مباراة اليوم لم يكن لها علاقة بالحظ، فمباراة اليوم كانت عكس مبارياتنا السابقة، وانتصاراتنا كانت تسبب في حرقة كبيرة للأعداء. إنهم كانوا مستعدين للقيام بأي شيء لإسقاطنا، ومباراة اليوم تبدو لي مؤامرة كبيرة ضدنا، والأمر يحتاج لفتح تحقيق، ولن نسكت على حقنا، وسنستعيد حق منتخبنا الوطني، فهذا الأمر قد يؤثر علينا في المباريات المقبلة. وأقول لأعدائنا وأعداء منتخبنا الوطني أنه يكفينا فخرا ما وصل له المنتخب المغربي وما حققه من نجاح باهر الذي سيظل يتسبب بحرقة كبيرة لهم، لكن الأمر لن ينتهي هنا، وسنحاسب من كان له الدور في نزول كل دمعة غالية من عيون منتخبنا اليوم. وتم انصراف وليد الركراكي غاضبا، ثم انصرف وليد الركراكي غاضبا. وأنتم ما رأيكم في تصريحات وليد الركراكي؟ وهل تتوقعون بالفعل أن هناك مؤامرة ضد المنتخب المغربي؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.